هنا خديت البطاطا وقطعتها على هذا الشكل هذا، ورديت الماء يطيب فيه شويه الملحه، وغادا نسلقها نص سلقه. بعد ما الماء بدا كيغلي غنحط فيه ديك البطاطا، غنسلقها نص سلقه ونخليهاش طيب بزاف. خلينا ديك البطاطا كتسلق نص سلقه، ونجي في واحد الانيه ونحط الزيت البلديه، شويه التحميره، شويه الملح، شويه البزار، شويه الحار ومايزينا، ونخلطهم مزيان صافي. وغادي نخليها هنا بعد ما تسلقات نص سلقه، غنخليها هنا تصفى بهذا الصفاي هذا. ولاصوص ها هي هنايا مع الزيت، ونجيو البطاطا ديالنا ونحطوها في ديك الصلصه اللي حضرنا باش بلا ما قوت القليان وقوت الزيت، قصه حزينه. صافي غادي نقلبها بهذا الشكل هذا حتى تندمج ليا كامله مع داك الخليط. ايوا يا سيدي، وغادي نديرها في الاير فراير ونخليها حتى طيب. انا مازال كنقلي وصافي غنوقف التصوير لان البطاطا هذه طابت، كتجي مقرمشه يابسه بديك المايسينا، غزاله غزاله مقرمشه، واحد القرمشه روعه. وبالصحه والراحه وبالسلامه في فيديو اخر ان شاء الله.